الايد. الجيل ده حصل له حاجه كده، انه اتعزل واتهمش وقعد ينكفئ على شويه مصطلحات اللي هي مباحث الحداثه وما بعد الحداثه والبنيويه وما بعد البنيويه وقصيده النثر والقصه القصيده والكتابه العامه نوعيه، اتلهى في الحدوته دي وبعدين اتجاءف بعد كده. اتجاءف الا من شويه بقايا، حد هنا حد هنا حد هنا. هو الجيل ده اللي كان اخر الثمانينات وبدايه التسعينات اللي بتكلم عنه. اخر الثمانينات وبدايه التسعينات ده كان عز العهد اللي هو اللي فات يعني، والعنفوان بتاعه. وبعد كده جه التمهيد للتوقيس، وده اثر على هذا الجيل، عمل له كده حاله من السكون، السكون الخارجي، ربما كان فيه فائقه داخليه. الجيل ده ما كانش عنده شبكه تواصل اجتماعي زي ما هو موجود دلوقتي، يعني ينفع القصيده بتاعت حسام دي دلوقتي تنزل على الفيس او على النت فيشوفها 10,000 واحد في خلال دقيقه. لا، الجيل ده ما كانش عنده كده، كان اللي عنده ترابيزه شويه كراسي في نادي ادب نص مخبئين. ده الجيل اللي احنا جايين منه. طيب اذا كان ده الجيل، فانا عايز اتكلم عن مين هو حسام العقدة. حسام واحد من الجيل ده، من الطبقه المتوسطه اللي هي تقريبا يعني نقدر نقولها الطبقه المتوسطه بس ما بين A و B. لو الطبقه دي A و B و C، فحسام كان ما بين A و B، له A وله B قوي يعني. لا بتكلم على جيلنا احنا. لا احنا ايامنا كان فيه يعني قبل ما تدوب يعني. ايامنا كان في ايه يعني، كان في مثلا هقول لك على حاجه، اللي هو من اللي معاه علبه سجاير ده كان من الطبقه بي، لو مقلبوه يبقى من الطبقه ايه، اللي بيشتري 5 سجاير ده اللي هو اللي كان ده، احنا كنا متصنفين كده يعني. ماشي. حسام شاعر، فنان تشكيلي، وقبل ده كله ازعم انا يعني انه شخص حساس، او على ما اعرفه من 18 سنه كان شخص حساس. الله اعلم هو دلوقتي ايه. دي ادوات حسام العقدة الابداعيه. فحسام لما بيجي يكتب بيقسم صوره شعريه، بيكتب شعر كما لو كان ماسك ريشه فنان تشكيلي وهو بيكتب الصوره. فبتحس ان الجمله الشعريه عند حسام فيها اللون وفيها الحقيقه، ويمكن الحقيقه جايه لانه كمان كتب في مسرح غنائي فله علاقه بالحقيقه على المسرح. كل ده بيشكل في الوعي بتاعنا واحنا بنقراه وبنسمعه صوره بصريه. الصوره دي بتبقى شبه لوحه تجريديه كده، وبيبقى لها اكتر من دلاله، يعني ممكن تستقبل الصوره الشعريه عند حسام باكتر من دلاله. واحنا بنقرا ده في حسام بيحصل لنا كده تنشيط لذاكره خاصه بتاعتنا احنا. غير الصوره، الذاكره دي بينشط فيها عنصر المكان. حسام بيخليك الاماكن اللي انت عديت عليها قبل كده بيفكرك بيها، تفتكرها تاني وبتعيد اكتشافها من اول وجديد. وده هتلاقيه في قصتين على سبيل المثال اللي هي عقود الخروع وزرع البحر. بيخليك تتوقف عند هذه الاماكن اللي انت كنت فيها في وقت من الاوقات، ونكون عن هذه الاماكن ذاكرتك الخاصه بالقصيده بتاعته اللي هو كمان بيتكلم عن ذاكرته الخاصه فيها، والاثنين دول بيختلطوا ببعض فبيعملوا وعي ثالث هيخليك لما تروح هذا المكان او تسترجعه بعد كده انت لا بتسترجعه زي ما حسام قاله في القصيده ولا زي ما انت عشته. بيبقى في ذاكره للمكان جديده مع قصيده حسام. يعني لما هتروح البحر تاني او هتفتكره لازم هتفتكر ان في قصور من رقم حسام العقدة بناها وخباها تحت رقم من عينين العيال بتوع غمص البلد. هذه الصورة الشعرية ستظل موجودة في ذاكرتك وتلاحقك اينما تذكرت او ذهبت الى غمص. اوكي؟ طيب المكان مش هو بس الحاجة اللي حسام بيخلينا نستعيد اكتشافتها. حسام بيخلينا نستعيد مشاعرنا اللي هو بيكتب عنها وبيكتب عنها ببساطة. كنت انا قلت زمان كده كلمة هو بيزعل منها، ان هي بساطة الطفل. وهو قال لي خلاص بقى كل واحد يتكلم عني يقول لي طفل 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 لحد ما اصلعيت يعني. فهو انا اقصد هنا اللي هي الطفل اللي بيقرا العالم باندهاشته وبيعبر عنها ببساطة وبصدق. الشعور ده ممكن يكون انت حسيته في وقت من الاوقات وكان شعور جواك وغامض، انت مش قادر مش فاهمه، مش عارفه، مش قادر تديله اسم، وما انتش عارف انت حسيت ده امتى وازاي وليه.
لكن لما بتسمعه او تقراه من حسام بتعرف انه بيوصف لك هذا الشعور، حتى لو الشعور ده موجود في القصيده بتاعت حسام ومش متعاطى، مش واضح، متلخبط، حتى لو حسام نفسه كان شعوره في الوقت ده متلخبط، لكن هذه الحقيقه بتوصل لك، بتحس، تشعر اللي بيكلمك عن حاجه انت جربتها وهو كمان جربها، حتى لو ما عرفتش الحاجه دي تحديدا هي ايه. يعني الخفافيش اللي بنتكلم عنها، انت عندك الخفافيش بتاعتك خاصه بيك، ربما لو وسعنا الضيقه شويه ربما ضيقه الخفافيش دي توسع قوي، لكن يظل كلنا عندنا هذه الخفافيش اللي قاعده تعض في بعضيها وقاعده تتلم في الضلمه وقاعده تعيش حياتها المره. انت عندك الخفافيش بتاعتك وانا عندي الخفافيش بتاعته وهو عنده الخفافيش بتاعته، واتكلم عن ده، والخفافيش دي موجوده امبارح والنهارده وبكره. العصفور اللي بيتكلم عنه اللي هو بيبكي وهو فرحان لانه شاف اول ريشه تطلع في الجناح بتاعته وجاي خربش فبدا يطلع له 1000 مقص يقص ضوافره. انت بتحس العصفور ده، بتشعر بيه، بتحس ان انت هذا العصفور، انت العصفور اللي جواه قفص، جوه هذا العصفور قفص غير القفص اللي عايش فيه او اللي محبوس فيه. هذه المشاعر بتتنقل لك وهذه الحاله بتشعر انك مريت عليها قبل كده دونما على وجه التحديد تعرف امتى، لكن حسام بيكلمك عنها فبيذكرك بيها. الماريونيت، عروسه الخشب، انا عارفها وانت عارفها وكلنا عارفينها. العروسه اللي ما بتتعلمش من اللي فات، وان الصوابع اللي قاعده تلعب بيها مهما بتتغير العروسه زي ما هي على حالها ما بتتغيرش، وكله قاعد مكتفي اما بفعل الفرجه او التهريج عليها. العروسه دي انت عارفها، مش غريبه عنك ولا عني ولا عننا كلنا. العروسه دي انت بتتساءل هي بدات تعرف امتى تحزن وامتى تفرح، ولا لسه زي على حالها بيتحكم فيها اللي ماسك الفتل، الخمس فتل بتوعها. هذا التساؤل يظل موجود. وعلى زي ما حسام قال اياك ان تنخدع بها لانها من الداخل لن تصور. انا بتكلم عن قصائد اتكتبت من 18 سنه مثلا، من 18 سنه، لكن يظل السؤال موجود وتظل هذه القصيده كلما قراتها فجأت بداخلك اسئله، ربما تكون هذه الاسئله وهذه المشاعر لها علاقه بما انت فيه الان. انا ما بحبش المبالغه في الكلام لان دائما ما بيبقى فيه مبالغات اللي هو ايه وقد كان يتنبأ بمش عارف ايه من 30 سنه لا، هي حاله انسانيه صدقها انها حاله انسانيه هو اللي هيخليها تعيش، لانها عاشت قبل كده وعاشت دلوقتي وهتعيش بعدين. ده اذا كانت قراءه لحسام قبل 25 يناير. ربما بوعي اخر بعد 25 يناير كحدث وكواقع، ربما انا بحاول اربط بس ما بين الاشياء، ربما كان هناك اجابه عن هذه الماريونيت وعلى هذا السؤال في قصيده احلى الحلوين اللي هي بنت الايه اللي كبرت واللي لخبطتها الحاليه عاديه، واللي شقاوتها اللي موجوده دلوقتي شقاوه كل اللي في سنها، واللي عارفه السكه بس رغم كده تايهه. اعتقد ان الاجابه تجيء ان الكثيرون يهاجئون الا الاشجار، زي ما سمعنا في قصتكم. الاشجار اللي قاعده حوالين الدفا والنور لما يكون الميلاد في وقت غير وقت الوقت وفي عز البرد. لما بينكت حسام مع الجنيه انت بتقدر تتذكر استاذه، وانا اعتقد ان ده احد اساتذته اللي هو بيرم التونسي، لكن فجاه ستخرج من اطار القصيده الزجليه الى وجع القلب والخضه لما تعرف ان جوع الناس متوقف على الجنيه، وان الجنيه ده لو ضاع الناس دي لا هتعرف تعمل لا مظاهره ولا ثوره، بس هتسال نفسك امال هتعمل ايه؟ جيل حسام هو اللي كان بيتكلم عنه حسام دلوقتي في قصيده صوتك. جيل حسام هو خطيب الجامع وروائي اللي كان بيكتب قصيده بالرمز، واللي قال نكته عن الفاسدين في الاتوبيس، ومعلم الفصل، واللي غنى غنوه لا، واللي دعا على الظالمين، واللي ما كانش عضو في اي حزب، واللي مات على نار الشهوق من القهر. هو ده الجيل اللي كان بيتكلم عنه، او هكذا اقرا هذه القصيده. هو الجيل اللي شايل ضحكته رغم كل الظلم. واذا كان حسام هيبني نصب للشهداء في قصيدته
نصب تذكاري للشهداء، فهو بيخلي اخر طوبه في النصب ده لسه فيه غيرها. ولو ربطت ده بقصيده صوئتك اللي قال فيها ان كان في قبلهم، يعني كان في قبلهم دول موجودين ولسه جاي غيرهم. زي ما يكون حسام بيقول لنا، او انا قريت حسام كده، ان دي سلسله، ربما هذه الحلقه من السلسله هي الحلقه الاكثر ضئيقا، الاكثر جرأة، هي الحلقه الذهب في السلسله. وهناك حلقات اخرى من الفضه ومن النحاس ومن الحديد، ولكنها حلقه في سلسله. هناك حلقات قبل هذه الحلقه، وهناك حلقات ستلي هذه الحلقه، وهذا امر حتمي. ما يحتاجه حسام أن يفجر هذا الحدث العبقري الذي هو ثورة 25 يناير في حسام طاقات الشعر الحقيقي، التي مهما طالها التجريف فإنها لم تتحول إلى أرض نبور، وما زالت مبدعة ومنتجة وولادة. ربما أنا شخصيا أكون متحيز لحسام صاحب القطة العامة، لكن وجدت في قصيدة صوئتك حسام صاحب القطة العامة، ملامح حسام صاحب القطة العامة، أدوات حسام الفنية اللي موجودة في القطة العامة. من حق حسام إنه يجاري أحد معلميه الكبار زي بيرة في قصيدة الجنيه، لكن من حقنا على حسام، وأنا شخصيا ليا هذا الحق بشكل شخصي، إنه يتفجأ حسام إنسانيا وشاعريا وفنيا. وأحسب أن هذا قد تحقق، اللي هو خروج الشاعر الذي تم تجريفه مع الثورة. هذا الشاعر قد خرج مرة أخرى، لكننا في انتظار أن تخرج من هذا الشاعر القصيدة الثورة. شكرا دكتور ماجد على الإطلالة على الإبداع حسام العقدة. حسام العقدة يعني زي ما قلنا قبل كده هو في إبداعه يعني تكملة لسلسلة طويلة زي ما اتكلمنا قبل كده. بدأت باسم خلدون ومعروف وصولا زي ما قال الدكتور ماجد ضياء التونسي لغاية أبو الشعراء عمنا فؤاد حداد صلاح باهين. مجموعة بدأت في كتابة الشعر بالنمط المعتاد من النمط القصيدة التي تنافس في شكلها القصيدة المكتوبة بالفصحى، فأصبح العامية يعني تأخذ أشكال متعددة عند حسام العقدة. مثلا عنده الفكرة الإيجابية، هو إيجابي جدا يعني في إيجابي جدا لدرجة المباشرة شديدة جدا. مثلا صنع في مصر، كل واحد فينا ممكن يبني مصر، كل واحد فينا ممكن يحمي مصر. لما ناكل عيش دقيقة بقمح مصر، نشتري من صنع مصر، نجتمع على حب مصر، نحتمي في ظل مصر، يلا نعمل مليونية ابن مصر. يعني حالة من التفاؤل نتمنى انها توصل لنا. لكن حتى هو في الربيع العربي نفس المسألة، توانسة دور ثغور، هزموا أقوى وأعلى سور، بس لما الدور يدور تحمل الشعلة النسور، وأما مصر تقوم بثورة لازم العالم يثور. نستكمل الباقة الجميلة من قصائد حسام العقدة، وهنسمع منه زي ما وعدنا حاجة من لطائفه الساخرة ومداعباته مع الفنان المخرج المسرحي والفنان